السلام عليكم، أهلا بكم في أول حلقة من حلقات بودكاست بزنس ببساطة. النهاردة معايا ضيف مميز جدا وعزيز عليا كمان، دكتور محمد أبو النور. عنده خبرة أكتر من 17 سنة في المالتي ناشونال والبزنس، وكمان في التدريب والتطوير. احنا النهاردة هنتكلم عن الكومبتنسي وايه الفرق ما بينها وبين السكيلز، وقد ايه هي مهمة لكل شركة، وان هي ممكن فعلا تكون سبب نجاح شركة أو سبب فشلها. وكمان هنتكلم بطريقة بسيطة إزاي إن إحنا نقدر نفهم، وهبسطها لكم إيه هي معنى الكومبتنسي. أهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا مستر احمد، ومبسوط جدا في اولى حلقات بيزنس ببساطه. الهدف من البودكاست بتاعنا ان احنا نبسط كل الكلام اللي ممكن يكون في البيزنس بطريقه سهله وبسيطه، واي حد ممكن يفهمه، بعيدا عن المصطلحات الكبيره قوي والمفاهيم اللي ممكن تبقى صعبه على ناس كتير جدا. تمام تمام. أوكي يا دكتور، يعني خلينا نسأل كده. من الأول، يعني إيه كومبتنسي؟ طيب، السؤال ده سؤال مهم جدا، مستر أحمد، وعشان نفهم يعني إيه competency، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا. خلينا نعرف الأول كلمة competency دي هي جاية منين. و... وأكيد كلنا بنسمع المصطلح ده في كتير جدا من الشركات، competency وإيه هي ال competencies بتاعت كل جوب أو كل شغلانة. تمام علشان كده العلم ده تقريبا بدأ رسميا في السبعينات، واتطور لحد ما وصل لنماذج عالميا جدا. طيب، علشان نبسط كلمة competency، هي competency علشان نختصرها هنقول هي عبارة عن مجموعة حاجات. ايه هي عبارة عن knowledge plus skills plus behavior زائد personal attributes. يعني ايه؟ هي عبارة عن علم، هي حاجة ممكن تتعلمها، زائد مهارة تتعلمها، زائد سلوك جواك أو قدرات معينة. كل دول مع بعض دول مفهوم أو معنى كلمة competency. طيب، الكومبتنسي مش مجرد مهارة، لأن الناس بيختلط عليها إن هي ممكن، هل كلمة competency أو job competency هي مهارة معينة أنت ممكن تتعلمها جوه الشغل، ولا هي إيه بالظبط؟ عشان كده هي مش مجرد مهارة إنك تتعلمها، لكن هي طريقة. الطريقة دي هتطبق بيها مهاراتك وسلوكك، ووقت التنفيذ هتحتاج إن أنت تستخدم الحاجات دي كلها مع بعض. فهمك وحُكمك وذكائك العاطفي، كل دول بيدخلوا تحت الcompetency. طيب، خلّينا نضرب مثال بسيط جدًا يا مستر أحمد. اتفضل. أول حاجة، لو ما نقول إن في حد مثلًا عايز يتعلّم يبقى عنده الskill بتاعة الExcel. لو قُلت لك إن الموظف ده عنده competent في التحليل أو عنده قدرة على التحليل، هل ده معناه إن هو competent؟ لأ طبعًا. مم. التحليل هي مظبوط. competency بتشمل حاجات كتير جدًا يا مستر أحمد. زي إيه؟ زي مثلًا طريقة تفكيرك، مم. قدرتك على تفسير بيانات معيّنة، قدرتك على اتخاذ قرار، هتتعامل إزاي مع أوقات الضغط. كل الحاجات دي تعتبر من الcompetency. مش بس كده كمان، قدرتك على ربط البيانات بالنتايج اللي أنت هتطلّعها، السلوك بتاعك نفسه اللي بيطلع منك وبيبان وأنت بتحل المشاكل. طيب، بتحوّل المهارة دي من مجرد إن هي competency فعل، لسلوك وأداء متكامل جوّه الشغل. تمام تمام، وكويس ان احنا عرفنا المعلومة ديت وايه الفرق ما بينها، ما بين الكومبتنسي والسكيلز. فكده الكومبتنسي معناها ان هي تطبيق اكتر من مجرد ان هي سكيل، بل ان هي performance كامل. صح ده كده؟ حقيقي بالضبط، مضبوط كده، هي performance كامل. competency بتشمل زي ما قُلنا مهارة وknowledge، وكمان personal attributes معيّنة. كل الحاجات دي بتبان عليك جوّه الشغل وجوّه الjob نفسها، فدي تمام. تعتبر competency كاملة. طيب تمام يا دكتور، خلينا نكون واضحين اكتر علشان ناس كتيرة فاكرة ان السكيلز هي الكومبتنسي. فاحنا عايزين ان نشرح اكتر، ويكون الموضوع يعني ابسط من كده بكتير علشان يعرفوا الفرق الحقيقي ما بين الكومبتنسي والسكيلز. طيب، مستر أحمد، زي ما كنا بنتكلم إن في ناس كتيرة جدًا فعلًا بيحصل عندهم خلط ما بين الskill والcompetency، مع إن الskill زي ما اتكلمنا هي
جزء من الكومبتنسي. خلينا نشرح الموضوع بطريقة أبسط. البرزنتيشن هي عبارة عن سكيل، ولكن تمام. طريقتك جوه البرزنتيشن واستخدامك لنبرة صوتك، طريقتك في استجابة الأسئلة الصعبة اللي ممكن تبقى موجودة جوه البرزنتيشن، وقدرتك على الإقناع، دول كلهم مع بعض هم competency، مجموعة من المقومات. داخل فيهم مهارة، داخل فيهم علم، داخل فيهم مظبوط. كمان سلوك، داخل فيهم كمان مقومات شخصية. طيب السكيل حاجة هتتعلمها في يومين أو أسبوع، ودي غالبا بتكون حاجة فردية نعرف نقيسها بسهولة. الكومبتنسي محتاج تتعلمها على مدى مدة زمنية طويلة شوية، ممكن توصل لشهور. الكومبتنسي كمان بتشمل السلوكيات، بتشمل كمان طريقة تفكيرك، موقفك النفسي، ردود أفعالك، كل دي تندرج تحت الكومبتنسي. وهي عبارة تمام. عن ليفلز، مستويات كمان يا مستر أحمد، مم. بتتقاس على مستويات. خليني أديلك 3 أمثلة حقيقية من قلب حياة الشركات. مم. زي، خليني أقول لك المثال الأول، التواصل. بتعرف تتكلم كويس؟ سكيل ولا بتعرف ولا كومبتنسي؟ طيب لو هي سكيل انت بتعرف تتكلم كويس، الكومبتنسي انك تعرف مش بس تتكلم كويس، انت بتعرف تسمع كويس، بتعرف تسيطر على نبرة صوتك، بتعرف تدير خلاف، بتعرف تتعامل مع شخصيات صعبة. كل ده تحت الكوميونيكيشن، التواصل. بتعرف تشرح فكرة معقدة بطريقة سهلة جدا. بتعرف تتواصل تحت ضغط ولا لا؟ ده مثال. مثال تاني زي كلنا اتكلمنا عليه من شوية، ان واحد عايز يتعلم باوربوينت، عايز يتعلم اكسل، مم. دي سكيل، صح كده؟ ولا ايه مظبوط. رأيك؟ صح طيب كده. الكومبتنسي بقى هي يبقى عندك قدرة على تفسير البيانات، انك تبقى فاهم السياق كله عامل ازاي، هتاخد قرارات. ممكن تكون بتعرف تاخد قرارات في ظروف مفيش معلومات كافية. هل عندك القدرة دي ولا لا؟ هتعرف تقارن مواقف مختلفة، مش كل القرارات وكل الظروف اللي ممكن ناخد فيها نفس ردود الأفعال. هتعرف تتوقع الريسكس أو المخاطر اللي ممكن تقابلك. هل عندك تفكير منطقي ولوجيك ولا لأ؟ ولا أنت مم. بتاخد قرارات عشوائية؟ كل دي تندرج تحت الكومبتنسي. مثال تمام. تالت، وده ناس كتير جدا يا مستر أحمد وسؤال شهير جدا، هل leadership حاجة ينفع تتعلمها ولا هي موجودة by natures؟ انت رأي حضرتك ايه يا مستر احمد؟ لا اكيد طبعا ان هو ديت القيادة ديت ان هي سكيلز، وفي حاجات ان انت بتتعلمها معاها زي delegation والتاسك assignment competency، وان انت ازاي تأثر على تحفيز الفريق والتعامل مع شخصيات مختلفة وإدارات مختلفة، وازاي ان انت تعمل strategic thinking علشان تحل النزاعات بناء على ده. كل اللي حضرتك اتكلمت فيه ده يا مستر احمد هي دي الكومبتنسي، مظبوط. مجموعة من المقومات الشخصية اللي انت تقدر، واحد، مهارات تتعلمها، knowledge، تعرف تقرا وتحضر كورسز معينة. ثلاثة، هي behavior، سلوك معين موجود، مظبوط. و personal attributes كمان موجودة جواك. مظبوط. فكل الكومبوننت ده او الخليط ده، الميكس ده، هو الكومبتنسي او المقومات الشخصية. احنا كده وضحنا للمشاهدين ان السكيلز ممكن اقيسها، لكن الكومبتنسي لازم اشوف عليها performance حقيقي علشان اقدر اقيس عليه الكومبتنسي ديت ماشيين بيها ولا لا، according لكل شركة وكل كومبتنسي هي محدداها. مظبوط مظبوط يا مستر احمد. خلينا نوضح للمشاهدين ان الكومبتنسي ليها انديكيتورز وليها ليفلز. خلينا يا ريت بس كده يا مستر احمد نوضحها للمشاهدين بتوعنا. تمام يا دكتور. competency models بتشتغل على فكرتين رئيسيتين. فأول حاجة ال behavioral indicators، ودي علامات السلوك اللي بتقول إنك competent. يعني خلينا ندي مثال كده على ال competency teamwork indicators. فممكن تكون إن حد بيساعد زميله من غير ما يطلب منه، وعنده استعداد إن هو يسمع وجهات نظر مختلفة، وبيتعامل مع الخلاف بشكل حضاري، وبيشارك المعرفة، وبيهتم بنجاح الفريق مش بس
بنجاح نفسه. فدي انديكيتور، وهي اللي بتخلي الكومبتنسي واضحة، وتخلي المديرين بيعرفوا يعملوا ايفالويشن ويقيموا بموضوعية. ثانيا الليفلز او المستويات، ودي اهم نقطة في الكومبتنسي. فالكومبتنسي ما بتتقاس بيه عنده او ما عندوش، هي بتتقاس بمستويات معينة. ممكن ليفل 1 2 3 4. ممكن اشرحها لك كده بطريقة بسيطة كده يا دكتور. فاحنا لو هنفترض ان ليفل 1، ودوت اللي بيكون السائد في معظم الشركات، ده بيكون بور بيرفورمانس. بيكون السلوكيات سلبية، بيكرر أخطاء، محتاج دعم مستمر علشان ما يعطلش الفريق بتاعه. ننزل على ليفل 2 اللي هو البيزك، بيكون عنده فهم أحسن من ليفل 1، لكن مش ثابت، ساعات أداؤه كويس وساعات لأ. ممكن بقى نوصل لليفل 3، وده المستوى الشركات اللي هي بتتمنى يوصل له أداء ثابت وبيعالج المشاكل، مش بيكرر أخطاء زي الليفل اللي قبله. فيعتبر حد معتمد عليه أحسن من الليفل اللي قبله. نخش بقى على الليفل الرابع، وده الادفانسد أو الإكسبرت. ده بيساعد الفريق وبيطور الناس وبيحسن العمليات والأوبريشن، وبيقدم حلول مبتكرة. بيقدر ان هو يقدر يعمل منتال موديلز جديدة. طيب يعني مستر احمد، انت نقدر نقول ان المستويات دي مهمة جدا لان هي بتخلي فيه بالظبط. فيرنس ما بين الموظفين في التقييم، ويبقى ما بيبقاش فيه ظلم في التقييمات. بالظبط وهي اللي بتخلي تطوير الموظفين عملية علمية مش عشوائية. فبقدر ان انا اعمل performance management عادل على قد ما اقدر، وبقدر ان انا احسن من اداء الشركة عن طريق ان انا بعمل competency model كاملة. خلينا نثبت كلامنا بقى بالأرقام يا دكتور. فاحنا بالأبحاث اللي حصلت بس في الموضوع ده، ممكن نتكلم على لينكد ان ليرنينج ريبورت اللي حصل في 2024. 87% من مسؤولي الاتش ار اكدوا ان الكومبتنسي مودلز بتخلي قرارات الترقية والتقييم اكثر عدالة واكثر دقة. اوه، ارقام جامدة جدا وقوية جدا. يعني معنى كده نقدر نقول ان الكومبتنسي هي فعلا هي المستقبل للشغل فعلا والعمل. طب خلينا نتكلم على نقطة تانية خالص. تمام، احنا بنتكلم از مانجمنت ان احنا بنتكلم على الكومبتنسي، بس ما اتكلمناش على منظور الموظف العادي. طيب هو ليه لازم ان هو يهتم بالكومبتنسي ولازم يهتم بالموضوع ده يا دكتور؟ احنا كل دوت ان احنا بنتكلم من ناحية المانجمنت، وازاي نعمل، ازاي ان احنا نعمل كومبتنسي موديل، لكن الموظف هو ليه لازم يهتم؟ ده المهم. الحقيقة يعني برضو زي ما كنا بنتكلم عن الكومبتنسي ان جنرال في نجاح الشركات، لازم برضو الموظف نفسه يبقى فاهم هو هيستفيد ايه من الكومبتنسي. الحقيقة ان الكومبتنسي هتديله زي مابينج، خريطة كده، طريق واضحة للجوب نفسها ويقدر يبرفورم، يأدي الأداء بتاعه ازاي. حاجة من تمام. الحاجات اللي بتهم الموظفين كتير جدا هو انا هقيم نفسي ازاي اذا كنت شاطر ولا لا، لو ما كانش في كومبتنسي معينة لكل جوب. بناء عليه طالما هقيم نفسي يبقى انا هعرف انا واقف فين وايه الحاجات اللي انا محتاج اطور من نفسي فيها علشان ادائي كمان يتحسن. فالكومبتنسي تمام. كمان هي معيار، يعني نقدر نقول ان هو عادل، هيحميه دايما من اي ظلم في التقييمات عموما. هيبقى عارف دايما ايه هي الكومبتنسز اللي المفروض تبقى موجوده عنده، وهو واصل لحد فين، فيبقى عارف ان التقييم ده فير ولا لا، عادل بالنسبه له ولا لا. آه، انك تطور من نفسك وتعلي من انتاجيتك وادائك، دي هتبقى فرصه قويه جدا للموظف نفسه ان هو يترقى بطريقه اسرع. الحته المهمه جدا ودي بنشوفها كتير جدا، السي في ممكن بدل ما يتكتب بطريقه عشوائيه، لا، يتكتب بطريقه تخلي الموظف نفسه هو فاهم ايه الكومبتنسي، المقومات اللي محتاجها للشغلانه دي، وبالتالي يبقى موجوده بطريقه منظمه واضحه جوه السي في. ده هيخليه طبعا يلاقي فرص تمام. عمل احسن من اللي هو موجود فيها لو هو بيدور على فرصه عمل. وكمان العقل البشري بيميل لثلاث حاجات مهمين جدا، هما الوضوح. فانت بالنسبه لك الكومبتنسي مش مجرد كلام، هي تبقى سلوك. تاني حاجه ان هو العقل البشري كمان بيميل ان هو للتقدم، ان هو يطلع لقدام، يتحسن، يطور من نفسه. يعني لما مظبوط. لما الموظف يشوف نفسه بيتحول من
ليفل 2 ليفل 3 ده بالنسبه له بيبقى حافز ودافع قوي جدا وان هو يكمل. تالت حاجه، انا لو عملت كل ده وما كانش فيه امباكت، ما كانش فيه اثر، فانت الكومبتنسي بتخليك شايف الامباكت والتاثير بتاع الموظف انا والتيم بتاعي والشركه كمان. فكل دي حاجات تخلي الموظف يبقى مهتم جدا ان هو يفهم يعني ايه كومبتنسي وازاي يعرف يطبقها. تمام، وده أكيد ده بيأثر على الفريق وعلى الشركة طبعا يا دكتور. اكيد طبعا اكيد. أكيد. أكيد. طيب خلينا نخش كده في نقطة تانية. طب لو أنا ك HR، أنا أبدأ منين وأعمل إزاي competency models وأعمل competency framework كاملة علشان أقدر أطبق الكلام ده كله. طيب الحقيقه يا احمد ده سؤال مهم جدا و... والسؤال ده مم. احنا عايزين نخلي زي ما كنا بنتكلم البودكاست بتاعنا اسمه بيزنس ببساطه. يعني عايزين كل الناس نحاول نوصل لكل الناس بطريقه بسيطه جدا ونسهل عليهم الموضوع. آه، وده أكيد، وده ده دورنا إن إحنا حقيقي. من الحلقة ديت إن شاء طيب الله. انا محتاج ابدا يعني باربع خطوات بسيطه جدا. اول حاجه ان انا لازم يبقى عندي competency، احدد يبقى عندي competency framework واحدد competencies معينه. والcompetencies اللي هحددها دي هتكون من 6 ل 9 competencies. طيب انا عشان احدد الcompetencies دي لازم يكون ليها behavioral indicator واضحه. يعني اكتب الانديكيتورز دي وادرب المديرين كمان ازاي يستخدموها. طيب اطبقها كمان في 4 اماكن. المكان الاولاني وانا بعمل ريكروتمنت، بوظف اصلا من الاول، فانا هطبق الكومبتنسز دي. 2، الايفالويشن البرفورمانس ابريزل. طبعا زي ما حضرتك عارف يا مستر احمد وانت طبعا ادرى مني في الحته دي، ان البرفورمانس ابريزل بيحصل فيه مهازل كبيره جدا، لان هو ممكن يمشي فيه حته لايك للأسف. وديسلايك، وانا بحب فلان وما بحبش فلان، والموضوع بيدخل في أرض الواقع بيحصل بيحصل. فعلا. فالكومبتنسي مم. بتحميك، بتخليك في البرفورمانس ابريزل ان انت كموظف تبقى فير، وانت كمانجر سوري تبقى فير، وكموظف كمان تبقى عارف انت واقف فين. تالت حاجة هي في التريننج. انا النهاردة لو محتاج الموظفين بتوعي اطور منهم، فانا هطور منهم في ايه؟ وكتير جدا بنشوف التريننجز العشوائية اللي ممكن تحصل في شركات ونو نيد ليها، وبالتالي الكومبتنسي بتحميك من الحتة دي. حاجة كمان مهمة جدا وهي التطوير الوظيفي، ان انا اطور من نفسي واطور من الوظيفة بتاعتي واعمل اب سكيلز للكومبتنسز اللي موجودة عندي، وبالتالي ده يساعدني ان انا اترقى واكبر كمان جوه شغلي اكتر. تمام، انا متفق معاك في النقط دي 100%. وكمان انا عايز ازود حاجه. يعني في ناس كتيره في الاتش ار ان هم بيعملوا كومبتنس بيزد انترفيو، لكن للاسف في شركات ما بيعملوا الخطوه الاولانيه الكومبتنس بيزد انترفيو، لكن ما بيهتموش بالثلاث جوانب التانيين اذا كان التقييم او التدريب او التطوير الوظيفي. ممكن بس ان التقييم مثلا ممكن يشتغل عليها، لكن النقطتين الاخرانيتين مش موجودة في شركات كتير. لكن لو احنا اشتغلنا على الاربع نقط ديت، فعلا فعلا بتفرق كتيرة جدا لأداء الشركة وأداء الموظفين عامة. طيب خلينا كده يا دكتور، يعني خلينا نسأل برضو سؤال تاني كده علشان نقدر نوصل المعلومة لكل الناس. بحيث لو مدير بيسمعنا وبيشوف الفيديو بتاعنا، الحلقة بتاعتنا البودكاست، الكومبتنسي هي هتفيده في ايه؟ يعني احنا كمدير احنا اتكلمنا على اتش ار واتكلمنا على الموظف. طيب بنتكلم على المدير عامة، ايه اللي هيفيده في الكومبتنسي؟ طيب الحقيقة الكومبتنسي فريم ورك وانك تحدد كومبتنسز وتبتدي تشتغل عليها من اول الريكروتمنت، اكتر حاجة صعبة جدا الفترة دي انك تعرف تجيب ناس كانديديت كويسين ويشتغلوا معاك صح. دي مشكلة كبيرة جدا، صح. شركات كتير بتقابلها صح. ومديرين كتير كمان بيواجهوا المشاكل دي. عشان كده الكومبتنسي هتساعدك في التقييم انك ازاي تبني تيم قوي. 2، انك تقلل الاخطاء اللي ممكن تحصل من التيم ومن كمان طبعا. بناء التيم ده، ما يحصلش فيه اخطاء كبيرة في الافراد بتوع التيم بتوعك. طيب هتحل المشاكل الموجودة عندك من الموظفين اللي موجودين عندك ومن الفريق بتاعك بطريقة علمية عملية بسيطة جدا من غير عشوائية.
وبتكون عارف ايه المشكلة بالظبط وازاي تقدر تحلها. مم. ده يخليك لما تنزل مع شخص او من الموظفين بتوعك من الفريق بتاعك عايز تعمل له كوتشنج، فانت عارف هتعمل له كوتشنج فين بالظبط، عنده مشكلة في ايه. عنده مشكلة في الكوميونيكيشنز تيم وورك، عنده مشكلة في فريم ورك ريليتد ليه، هل هي في الكور كومبتنسز بتاعته بتاعت الشغلانة نفسها، ولا حاجات تكنيكال في مظبوط. الشغلانة، ولا الليدرشيب كومبتنسي زي الليدرشيب وزي المانجمنت هتشتغل في ايه. ومين من الموظفين اللي عندك هيبقوا محتاجين تدريب، وايه نوع التدريب كمان اللي هم محتاجينه. ففي الاخر هيساعدك انك تاخد ديسيجنز، قرارات صح، وتفهم كمان شخصيات الناس المختلفة اللي موجودين معاك في الفريق. فبيخلي المدير مش مجرد هو مانجر، لا، هو كمان ليدر ليدر. جوه مظبوط. الاورجنايزيشن. فبالتالي صح. الكومبتنسي هتساعده ان هو يعمل ده. فمش هيكون مجرد شخص بس بيوزع تاسكس وبيقسم شغل على الناس، لا، هو هيعرف يطور من الناس، ودي اهم حاجة ممكن يكون موظف محتاجها. ودي واحدة من الحاجات اللي ممكن تخلي موظف يبقى موجود في شركة وعنده الموتيفيشن ان هو يشتغل، ان هو حاسس دايما ان هو بيتطور. تمام. بصراحة يا دكتور أنا كنت مبسوط جدا من الحلقة دي، وفعلا استفدنا كتير من حضرتك وعرفنا أكتر للناس، ويا رب إن هما يكونوا فهموا أكتر يعني إيه competency وإفادتها وإيه دورها في الشركة. بجد ميرسي ليك يا دكتور، يعني على الحلقة الجميلة ديت، وإن شاء الله إحنا في حلقات تانية جاية مع بعض بإذن الله. فيا ريت اي مدير او اي موظف او اي حد شغال في الاتش ار يشوف الحلقه دي لاخر ثانيه، هي فعلا هتفيده جدا جدا جدا، ويفهم يعني ايه كومبتنسي وايه اهميتها للشركه، وقد ايه ليها دور في نجاح الشركه. عصب الشركه ورأس مالها الحقيقي هو الناس، فالناس من غير ما هي تشتغل صح الشركه عمرها ما هتنجح. فدي نصيحتي ليكم، ابدأوا انتوا علشان تكبروا شركتكم، ما تستنوش الشركة هي اللي تكبر. شكرا لك يا دكتور. شكرا وما جدا تنسوش ان انتوا مستر احمد، تعملوا وبجد كانت حلقة لطيفة، وموضوع كان شيق ومهم، وان شاء الله نتقابل في الحلقة اللي جاية على خير ان شاء الله. ان شاء السلام عليكم. الله. وبقول لك وعليكم السلام، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتابعونا علشان الاسابيع اللي جاية كل اسبوع ان شاء الله هيكون في بودكاست وموضوع جديد هنتكلم فيه. والسلام عليكم.